أن الأنبياء لا يورثون، صح؟ عندهم طبعا والأنبياء نعم عندهم. الآن إذا الأنبياء لا يورثون، فالنبي صلى الله عليه وآله ترك أمورا، أرض وحاجات وبغلة وما أعرف إيش الأشياء اللي كانت عند النبي. هاي الأشياء المفروض اللي يأخذها يعني يأكل الصدقة، يعني يأخذ الصدقة. الذي يأخذها المفروض ما يكون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن الذي أخذها ونحن نجد أنها عند أهل البيت؟ شلون أخذوها أهل البيت وأهل البيت لا يجوز لهم أن يأكلوا الصدقة؟ هو بس السيدة عائشة باعت منزلها، فازاي السيدة عائشة تبيع شيء؟ أحسنتي، كيف تبيع منزل لها وهي ما تورث؟ يا جماعة المنزل أصبح لها هبة من رسول الله. لعد فاطمة فاطمة عليه السلام عندما أعطاها فدك هبة ما تقبلون، عائشة تقبلون. أبو عائشة أين أعطاها هبة؟ أين؟ طب اسمعني أكمل كلامي يا أبو عائشة. تفضل. طيب يعني هبة ده معنى الهبة إن هي المفروض بعد ما يموت ليها من غير ما تتصرف فيه، مش كده؟ في حياته، من حقه في حياته يعطيهم هبة. عشان تعيش فيه ولا عشان تبيعه؟ من زوجاته أعطاها بيتها وحجرتها هبة، انتهى الموضوع، ما دخلت في الإرث. فين الحديث؟ في صحيح مسلم ما تركت من بعد من نفقة فهي لأزواجي. لا هي مؤونة، هاي المؤونة. لا أبو عائشة لا أنت تقول هبة، المؤونة غير الهبة يا رجل. ناخد كلام أبو بكر، قال ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وأنا ما عدا الحجر. اسمعني يا أبو عائشة والنبي، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم اسمعني هي لزوجاتي هبة منهن. أكمل كلامي. أنت متغدي إيه النهارده؟ فإحنا عندنا دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه صدقة، وأبو بكر الصديق تغديت كبسة الدجاج. واضح بترفرف الدجاج جواك. فاحنا عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه صدقه، وابو بكر قال سانفق من كان ينفق عنه النبي. السيده عائشه باعت الدار، باعت منزلها وباعت منزل السيده سوده. باي صفه باعت المنزلين دول؟ اتفضل. يا دكتوره الله يبارك فيك، انتم خلطتوا بين ما هو هبه وما بين ما هو إرث. الإرث معروف. السيدة سودة باعته بأي صفة؟ اتفضل. حجرتها حرة فيها، حجرتها تصرف فيها، خلاص هبة لها. السيدة سودة بيت رسول الله تبيع ذهب. السيدة عائشة باعت منزل السيدة سودة بأنهي صفة؟ بصفة إن لها خلاص ملكها. منزل سودة مش منزلها. منزل سودة، منزل عائشة رضي الله عنها. يا فندم ده منزل سودة، هبة لسودة. السيدة عائشة تبيعه ليه؟ يمكن تنادت لها عنه هبة. هات لي ما يدل. حلو يلا هات لي ما يدل. ممكن أن سودة تنازلت. لا احنا مش هنخمن. أبو عائشة سودة ملكت. أبو عائشة تشهد لها. زينب ملكت وحفصة ملكت، كلهم ملكوا البيوت. حلو، هات لي ما يدل ان السيده سودة تنازلت عن منزلها للسيده عائشه. اي الحديث يعني عائشه رضي الله عنها تبيع شيء ما تملكه بالعقل يا جماعه. هات لي ما يدل انت قلت تنازلت عنه. لا تبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عنده وقد سمعت من رسول الله. يبقى السيده عائشه صرفت. يا دكتور اسمع ابو عائشه. ابو عائشه اسمعني. لا ابو عائشه السيده سودة تنازلت عن رجلته للسيدة عائشة. عايزين تنازل. هذا شيء بديهي يا دكتورة. لا مفيش بديهي. ده الليلة اللي كانت بتباتها مع الرسول تنازلت السيدة عائشة، احنا عرفنا. مش هنعرف انها تنازلت عن بيتها للسيدة عائشة؟ يلا هات لي ما يدل انها تنازلت عن بيتها للسيدة عائشة. دكتورة والله هذا الشيء بديهي. لماذا بديهي؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيهة وقد سمعت الرسول يقول لا تبع ما ليس عندك أو ما تبع ما ليس لك، فهل يعقل أن تبع شيء لا تملكه؟ شكرا رديت. أبو عائشة هذا واضح. يا أبو عائشة أنا الآن أبو عائشة اسمعني من فضلك.
نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، شيء بديهي. نعم شيء بديهي. نعم ليه النبي ترك فيه حديث؟ النبي ترك هذا. نعم ترك أشياء حديث بعده صلى الله عليه طالما وسلم. هو شيء بديهي، ليه النبي في حديث عن ترك النبي؟ البغلة، ترك النياق، أبو ترك عائشة ركز السيف، ترك معايا. أشياء أبو كثيرة. عائشة أبو عائشة ليه تفضل. النبي طالما ده شيء بديهي، ليه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تركه صدقة، وما فيش رواية صحيحة عن السيدة سودة إنها تنازلت للسيدة عائشة؟ الأمرين من الأمور البديهية، ومع ذلك في حديث للنبي وما فيش رواية إن السيدة سودة تنازلت للسيدة عائشة. اتفضل. يعني وهل لازم أن كل شيء يحصل لابد أن تكون فيه هذه استنباطات نستنبطها نحن، استنباطات واستنتاجات نستنتجها من الحال الذي حصل. فالاستنتاج والاستنباط في حرف متغير، مش استنباط، في حرف متغير. لا استنباط هي نفس الكلمة بس في حرف متغير. يعني انت المفروض تستبدل النون بحاجة تانية. فأنا عندي دلوقتي يا سيدي ده أثر الفراخ، هذا زي أثر السم اللي انت اللي بتقوله ده أثر الفراخ. فلو لا غير صحيح. لا غير صحيح. أنت والحاج وعد مع احترامي لشخصكم الكريم شرقتم وغربتم. هذا يجينا البغلة، السيف، البغلة دلدل هذه النبي جعلها في سبيل الله. يعني مثلا مجاهد يجاهد عليها، مثلا يأتي واحد شخص يستعيرها فقير محتاج في سبيل الله. كذلك السيف في سبيل الله. قال أبو بكر أخذها. فهذه أشياء معروفة بديهيا. طيب الدليل وين الدليل هذا؟ على البغلة دلدل ماذا يستفيد؟ بغلة واقف. اولا هاي البغلة اهداها له ملك. الان اسمع الان اخواني، مثلا الملك فلان يهدي الى رئيس الدولة الخليجية كذا عزكم الله حصان او فرس. بالله عليكم كم قيمة هذا الفرس؟ بالملايين. البغلة هاي بيضاء متميزة، يعني فتشي نادر، يعني قيمتها الله يدري كم. الله عليها القيمة صراحة، عليها القيمة وقيمتها كبيرة. عليها القيمة. هذه وين راحت؟ منو شوفها؟ راحت في سبيل الله. في سبيل الله. وين في سبيل الله؟ وين سبيل الله؟ وين؟ سبيل الله. هو وين سبيل الله حتى اروح له؟ سبيل الله وين حتى اشوفه؟ وين استخدمت في سبيل الله حتى ماتت. وين الدليل؟ كله كلام. والله تعيشون الخيال. والله يا اخواني يا سنة. يا حد وعد بغلة ماذا؟ البغلة اصلا لا تؤكل ولا يستفاد من حليبها ولا بابا بغلة ملوك، ملك مهدي. هاي بملايين الدولارات بغلة. اليوم ملك المقوقس ولا المحوحس اذا اهدانا فرس اليوم تلقى الله يعلم كم دولار. ايش فيك انت؟ الفرس حبست في سبيل الله. حبست النوب طلعت حبس. اول مره تجاهد النوب حبست، بعد شويه ذبحت. ابو عائشه الجمل العسكر كان سعره 80 دينار. ابو عائشه الجمل العسكر كان سعره 80 دينار، فالبغله لابد ان تكون اغلى من الجمل العسكر. يا ابو كريم هذه اشياء حبست في سبيل الله، ما احد يتعوض منها، لا ببيع ولا بشراء ولا محبوسه في سبيل الله. طيب ابو عائشه لا يوجد في سبيل الله. الامور التي تكون في سبيل الله لابد ان تكون في محل خدمه المسلمين. ابو عائشه في فتح الباري تخيل نقلت من المدينه الى الشام، كله في سبيل الله. ابو عائشه ابن حجر يقول يشرح الحديث مع الامام السجاد ويقول: والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمه وعلي بن الحسين في امر سيف النبي صلى الله عليه واله منه، واراد المسور بذلك صيانه سيف النبي لئلا ياخذه من لا يعرف قدره. يلا ابن حجر يقول سيف الرسول عند الامام. اين انا اريد في البخاري ان السجد اخذه، قال السيف انا اخذته. هذا لما اجوا من المدينه
هذا فهمه. طيب اشرح لي الحديث تفضل. سماحة الشيخ العلامة النووي اشرح لي حديث المسمار، يلا اشرح لي اياه، اشرح لي اياه يا ابو كريم يا لا عزيز. لا لا ابو عائشة، اشرح لي حديث المسمار، يلا تفضل، انت من العلماء اشرح لي اياه. طيب كم رقم الرواية؟ 3110 في النسخة 3110 3110. طيب الان يشرحها ابو كريم، بس لحظه اخذ الاخ من فلسطين الان يجد. حياك الله شيخ محمد سلامه. حياك الله شيخ محمد سلام، تفضل اخونا من فلسطين. حيا الله ابو عائشه، حيا الله الاستاذ، حيا الله شيخ، حيا الله شيخ محمد سلام، ابو عائشه، حيا الله الشيخ محمد سلام. تفضل اخونا من فلسطين، اخونا الحبيب فلسطين. اي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في سؤال للحلقه ولا اسال؟ سؤال الحلقه حول موضوع الغدير، سامع فيه؟ سامع فيه. شنو معنى